الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله عنه قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف صاحبكم؟ فقالت: كيف كان صاحبكم في غزاتكم هذه؟ فقال عبد الرحمن: نعم الأمير هو، ما ننقم عليه شيئا، أو ما نقمنا عليه شيئا. إن كان يموت للرجل منا بعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج الرجل منا إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لا يمنعني ما فعل في أخي محمد بن أبي بكر، أي من قتله، أن أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث أحد الأحاديث النبوية الشريفة التي تذكر لنا جانبا من خطورة الإمارة أو الولاية الخاصة والعامة، وتذكرنا بجسامة المسؤولية التي تكون في أي ولاية من الولايات. فعائشة رضي الله تعالى عنها سألت عن أمير جيش بعث إلى مصر
وهو معاوية بن حديج. سألت عنه كيف كان حاله مع من تحته من الجنود، فأثنى عليه عبد الرحمن ابن شماسة خيرا، وذكر شيئا من خيره في من تحته، فقال إنه إن كان للرجل منا يموت للرجل منا بعيرا فيعطيه البعير، ويموت للرجل منا العبد فيعطيه العبد، ويحتاج أحدنا إلى النفقة فيعطيه النفقة. أي كان هذا الأمير خيرا لأصحابه، خيرا لمن ولي أمرهم، كان يراعي شؤونهم ويخفف عنتهم ومشقتهم، ويعطيهم إن احتاجوا، وينفق عليهم مما آتاه الله أو مما والله الله عليه من أموالهم. فلما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بحال هذا الأمير الذي كان بينه وبين أخيها أمر جسيم، وهو أنه ممن تولى قتل أخيها محمد بن أبي بكر، لكنها لما سمعت بسياسته في من تحته قالت ما يمنعني ما فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أقول ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فبدأت عائشة رضي الله عنها بما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الدعاء الذي يدعو به على أو لولاة هذه الأمة، أمور هذه الأمة. فقالت إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، من ولي من أمر أمتي، ويدخل في ذلك جميع الأمة سواء كانت أمة الإجابة أو أمة الدعوة، كلها داخلة في هذا السياق: من ولي من أمر أمتي شيئا. وقوله شيئا يدخل فيه جميع الولايات سواء كانت ولاية عامة أو كانت ولاية خاصة، تدخل فيها الولاية العامة العظمى وما دونها، فيدخل في ذلك بلغة العصر رئيس الدولة ورئيس الولاية ورئيس الحكومة المحلية ومدير في إحدى الأجهزة المدنية الحكومية أو الخاصة أو أجهزة الأمنية أو الأجهزة الأمنية الحكومية. ويدخل في ذلك حتى مدير المدرسة وعميد الكلية ورئيس الجامعة، بل يدخل في ذلك ولاية الرجل على أهله والسيد على خدمه، ويدخل في ذلك كل من له ولاية على الآخرين. من ولي من أمر أمتي شيئا، فهذا شيئا نكرة في سياق الشرط فهي تعم، فجميع الولايات داخلة في هذا الدعاء النبوي: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، أي كان سببا لحصول المشقة عليهم بسياسته، بمراسيمه،
بقانونه بأي إجراء يقوم به، فيكون في ذلك مشقة على من تحته، فهو داخل في هذا الدعاء. فيشق عليهم فاشقق عليه، وهذا فيه زجر بليغ لمن يلي شيئا من أمر هذه الأمة فيكون سببا لوقوعها في مشقة، سواء بسياسته أو بإجراءاته أو بعماله وجنوده، بأي سبب كان. إن كان ذلك سببا لمشقة أو لوقوع المشقة على من تحته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه اللهم فاشقق عليه. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، فما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحد إلا استجاب الله له. فالله سبحانه وتعالى قد أجاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فما من أحد يلي من أمر هذه الأمة شيئا فيكون سببا لوقوعها في مشقة وعنة وتعب إلا كانت عاقبته سيئة، إلا كان عاقبته وبالا عليه، إما عاجلا أو آجلا. فإن مد الله سبحانه وتعالى في أمره فيرى في حياته ما يسوءه، وإن عجل الله سبحانه وتعالى بموته فيكون جزاؤه عند الله يوم القيامة. فلذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، لما دخل عبيد الله ابن زياد وكان أميرا على البصرة وكان قد أفرط في دماء المسلمين، فدخل على معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، فقال له معقل بن يسار إني أخبرك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا أني في هذه الحالة ما أخبرتك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية إلا لم يدخل الجنة، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة. فهنا معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها علنا لهذا الوالي الجريء الذي أفرط في سفك دماء المسلمين، يقول له في وجهه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل وال ولي أمر هذه الأمة فظلمها: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هو عبد من عباد الله فهو تحت قدرة الله عز وجل وتصرفه وتسريفه وتدبيره، فهو عبد من عباد الله وليس له سيادة على أحد من البشر إلا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من سلطان محدد.
ما من عبد يسترعيه الله رعية فالله سبحانه وتعالى هو الذي استرعاه ما استرعاه وأعطاه ما أعطاه من الحكم، فالحكم كله لله والملك كله بيده، فهو الذي يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء. فهو عبد من عباد الله أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا من الملك والسلطان، فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ظالم لها، يمنعها حقوقها ويسعى في التضييق عليها وإيقاء الظلم عليها، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا كان ذلك سببا لمنعه من دخول الجنة، بل لا يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لا تفوح وتعرف عرفها من 70 خريفا كما جاء في رواية الطبراني. فلذلك يجب على كل من يسعى ويحرص على الإمارة فليعلم أنها أمانة، وأنها يوم القيامة خسارة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، فإنه سيسأل عن كل شيء مما ولى الله سبحانه وتعالى أمره، فهو مسؤول أمام الله عز وجل أما استرعاه الله. من مات يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وثبت في مسند إمام أحمد وسنن أبي داود وغيره بسند حسن في الشواهد من حديث أبي سرمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار الله عليه، ومن شق الله عليه. من ضر الله به، ومن شق الله عليه. فليعلم العباد وليعلم أولئك الذين يسعون ويحرصون ويتقاتلون على الإمارة إنها ليست تشريفا، بل هي مسؤولية أمام الله عز وجل، وإنهم سيسألون عما ولاهم الله عليهم من عباده، فإنهم خانوهم وظلموهم كيف تكون نجاتهم يوم القيامة؟ سيسألون عن حق كل فرد من أفراد من تحتهم من رعيتهم، فكيف تكون نجاتهم يوم القيامة؟ فواجب على المسلم أن يعرف جسامة هذا الأمر وعظيم خطورته، وألا يزج نفسه فيما هو هلاكه، وألا يأخذه الشهوات وحب المناصب إلى ما يكون هلاكه في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkinsa har zuwa tashi alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad
da sahihu Muslim hadisin Abdurrahman ibn Shumasa al-Mahri, ɗaya ne daga cikin mutanen Masar wanda ya zo garin Madina yana nufin zai tambayi na Aisha radiyallahu ta'ala anha tambaya akan wani abu. Da ya je wajenta sai take tambaye shi daga ina yake, daga wani gari yake, sai ya ce da ita daga garin Masar yake. Sai take tambaye shi yaya wani hali shugaban da yake jagorancinku, wato yake jagorancin rundunar musulmi, yaya kuke tare da shi a Masar? Sai ya ce da ita ma naqamna alaihi shay'an, ba wani abu da muka gani tare da shi wanda muke jin haushinsa a kansa, wato baya mana wani abin da yake bata mana rai. ɗayanmu da dabbarsa za ta mutu, raƙuminsa zai mutu, zai kawo wani ya bashi, ko bawansa zai mutu, zai kawo wani bawan ya masa kyauta da shi, ko ya buƙaci abin da zai ci shi da iyalansa sai ya ɗauka ya bashi. Wato ya faɗi irin adalcin da yake musu da irin alherin da suke gani a ƙarƙashin shugabancinsa. Sai na Aisha ta ce, wallahi abin da ya yi wa ɗan uwana Muhammad ibn Abi Bakr ba zai hana ni in faɗi abin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba yana faɗa a ɗakin nan nawa. Wato shi wannan shugaba da take tambaya a kansa shine Muawiya ibn Hudayj, game da yazo a wasu ruwayoyi. Wannan shugaba yana daga cikin waɗanda da hannunsu aka kashe ɗan uwanta Muhammad ibn Abi Bakr a cikin yaƙi na fitina na rigima, saboda shi Muhammad ibn Abi Bakr yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa Sayyidina Usman tawaye. Saboda haka a lokacin Sayyidina Muawiya da ya tura runduna zuwa Masar, shi kuma Muhammad ibn Abi Bakr yana cikin 'yan tawayen Masar. Fada ya kaure, yaƙi ya kaure daga rundunar da shi Muawiya ya tura ƙarƙashin jagoranci shi wanda da Aisha take tambaya a kansa. Fada ya kaure, aka yi nasara akan wacce rundunar ta 'yan tawaye, wanda shi Muhammad dan Abubakar dan wanda na Aisha yake ciki. Saboda haka a cikin wannan rigima aka kashe shi. Sai take cewa abinda yayi na kashe min dan uwana Muhammad dan Abubakar ba zai hana in faɗa abinda naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, yana faɗa a ɗakin nan nawa. Sai ta ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya Allah, yana addu'a, yana cewa ya Allah, duk wanda ya karɓo wani shugabanci daga koya yake, kowane irin shugabanci na al'ummata, sannan sai ya tsananta musu, annabi ya ce ya Allah ka tsananta masa. Sannan ya ce duk wani wanda ya karɓo wani shugabanci koya yake na wani abu na al'ummata, sannan ya sassauta musu, ya Allah ka sassauta masa. A nan da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ambaci wannan hadisi yayin da ta ji irin alherin wancan shugaba, duk da cewa ga abin da ya faru tsakaninsa da ɗan uwanta Muhammad ibn Abi Bakr. Wannan bai hana ta faɗi abin da ta sani na falalarsa ba, bai hana ta faɗi adalcin da ta sani ba. Ya kashe mata ɗan uwa, amma kuma gashi yanzu ana faɗar irin adalcin da yake yi wajen shugabancinsa. Mutum ne mai tausayawa, mutum ne mai taimakawa, mutum ne da baya son ya ga waɗanda suke ƙarƙashinsa suna cikin wahala. Saboda haka ta ce to abin da ya yi wa ɗan uwana ba zai hana in faɗa abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Ta kawo wannan hadisin. Allah ya annabi ya yi addu'a, ya roƙi Allah duk wani wanda Allah ya bashi wani abu na shugabanci sannan ya tsananta ma waɗanda suke ƙarƙashinsa, annabi ya ce ya Allah shi ma ka tsananta masa. Wanda ya karɓi wani abu na shugabanci ya tausaya ma waɗanda ke ƙarƙashinsa, ya Allah ka tausaya masa. Wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha ɗaya ne daga cikin hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna mana haɗarin shugabanci ko mun kankantarsa. Haɗarin shugabanci ko mun kankantarsa babban al'amari ne, ba abu ne da mutum zai ɗauke shi da wasa ba, ko ya ɗauke shi wani wasanni ne na duniya, ko wani garaɓasa ce da moriya ta nan duniya kadai. Wani nauyi ne mai girman gaske,
hadari ne ke kunshi a cikinsa mai girman gaske. Annabi ya ce duk wani wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata, wato ya karɓi wani shugabanci, a nan kowane irin shugabanci ya shiga ciki, da babba da ƙarami, tun daga kan shugaban ƙasa, gwamna, shugaban abin nan ciyaman na local government kansila, har zuwa shugaban makaranta, shugaban wata ma'aikata ce ta farar hula ko ma'aikata ce ta jami'an tsaro, kai har zuwa mutum a cikin iyalansa, da ainihin mai gida a ƙarƙashin masu masa hidima, ga kasan kan masu masa hidima, da kuma duk wani wanda yake da shugabanci ko mun kankantarsa, yana cikin wannan hadisi. Annabi cewa man waliya min amri ummati shay'an na kira ce fi siyaqi shart, tana nuna kowane irin abu ne, da karami da babba, matukar dai wannan abin shugabanci ne, a ƙarƙashin ka akwai waɗanda suke jiran su ga adalci ta wajenka, suke jiran su ga ka kyautata musu. Annabi ya ce in ka kyautata musu, ka sausaya musu, Allah ya tausaya maka. In ka tsananta musu, annabi ya addu'a cewa Allah ka tsananta masa. Ashe kaga al'amarin shugabanci ba kankanin al'amari bane, ba abu ne abin wasa ba, nauyi ne mai girman gaske, amana ce ta gasken gaske da Allah subhanahu wata'ala yake dora wa bawansa, yake jarrabar wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita, kuma Allah subhanahu wata'ala zai tambaye shi akan ta. Ya rike amanar da Allah ya bashi ko ya ci amana, ya rike amanar Allah da manzansa da mu'minai ko ya ci amanar Allah da manzansa da mu'minai. Allah sai ya tambaye shi. Man waliya min amri ummati shay'an, ummati zai iya yiwa ana nufin mu'minai, zai iya yiwa kuma ana nufin duka al'umma, saboda shugabanci idan aka ce kai shugaba ne, to duk wani wanda yake karkashin ka, musulmi ne ko ba musulmi ba, wajibi ne kai masa adalci. Ba a ce za ka yi adalci ga waɗanda suke bin addinin ka kadai ba, kowa da yake karkashin shugabancin ka sai ka yi masa adalci, sai ka ba shi haƙƙinsa, sai ka tausaya masa. Shi yasa annabi ya ce shay'an, kowane irin shugabanci. Ce to in ka tsananta, annabi ya yi addu'a ya ce Allah ka tsananta masa. Addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a baryarwa ba ce, dan annabi ya yi addu'a Allah karɓa yake, kuma ya karɓi wannan addu'ar. Shi yasa malamai suke cewa ka duba ka ga a tsawon tarihi, duk wani wanda ya karɓi shugabanci kuma ya tsananta ma waɗanda suke ƙarƙashinsa, ka duba ƙarshensa ka ga yayi ƙare a rayuwarsa. In ya yi tsawon rai, za ka ga cewa ya yi wani irin ƙarshe wanda zai kasance izina ne ga 'yan baya. Idan kuma Allah ya gaggauta karɓar ransa, yana cikin sha'aninsa, yana cikin sheƙayarsa, to kuma can zai je jira azabar Allah. Shi yasa hadisin Ma'qil ibn Yasar da Bukhari da Muslim sun ruwaito shi. Al-Hasan al-Basri yace wata rana muna wajen sahabin Annabi Ma'qil ibn Yasar al-Muzani, sai ga ɗaya daga cikin shugabanni ko kuma shugaba, kamar gwamna ne a Basra, ana ce da shi Ubaydullah ibn Ziyad, gwamna ne wanda a zamanin shugabancinsa ya yi zalunci ba kaɗan ba, ya zubar da jinin mutane wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Sai gashi ya ji labarin wannan sahabin bashi da lafiya, sai ya zo duba shi. Da ya zo duba shi, sai wannan sahabin ya ce, zan gaya maka hadisin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba dan ina cikin wannan yanayin ba da ba zan gaya maka shi ba. A nan malamai suka ce yana ishara ne zuwa ga zaluncinsa, wato ba dan yanzu yana kan shimfiɗar mutuwa ba, ya san mutuwa zai yi, da ya san in ya gaya masa wannan hadisin ƙarshe shi ma zai sa a kashe shi. Ce to amma yanzu shi tashi ta zo ƙarshe, ko ya bar shi da rai ko ya kashe shi, da mutuwa zai yi. Ya ce to na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani bawa da Allah zai bashi shugabancin wasu daga cikin bayansa, bawa ne Allah zai bashi shugabancin wasu daga cikin talakawansa, ya mutu ranar da zai mutu yana mai zaluntar su, face Allah ya haramta masa aljanna.
a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimin yali shay'an min umuri almuslimin thumma la yansahu wa la yajhadu lahum illa lam yadkhul aljanna. Babu wani da Allah zai bashi shugabancin wasu daga cikin musulmi sannan ya zanto bai yi wani kokari ba, bai yi aikin nasiha a cikin su ba, annabi ya ce face bai shiga aljanna ba. A wata ruwayar annabi ya ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba, tare da cewa ƙanshin aljanna ana jiyo shi daga tafiyar shekara 70,000 kamar yadda ya zo a ruwayar Tabarani. Ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, matuƙar kana wato shugabantan al'umma sannan baka tausaya musu, kana tsananta musu ta hanyar wasu dokoki, ta hanyar wasu tsare-tsare, ta hanyar wasu daga cikin ma'aikatanka ko kuma jami'anka, kana yin abin da zai zama ya gallaza wa rayuwar waɗanda suke ƙasa da kai, to wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi maka. Duk sanda zai zanto a shugabancinka abinda kake kokari ka fito da shi shine abinda talaka zai yi ihu, talaka zai ce wayyo Allah, talaka zai ce a taimaka min, ina cikin mawuyacin hali, ina cikin matsuwa. Wannan shine abinda kai kake so kai a ƙarƙashin mulkinka, to wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maka. Nabi ya ce wanda kuma Allah ya bashi mulki ya rika kokarin yayi abin da zai tausaya wa na ƙasa da shi, Nabi ya ce to Allah ka tausaya masa. Saboda haka tsanantawa bayi, tsanantawa talaka, tsanantawa waɗanda ake shugabanta, fito da ƙudurai iri-iri da dokoki da wasu siyasoshi na zamantakewa ko na shugabanci ko na tattalin arziki waɗanda za su zanto akwai ƙuntatawa ga waɗanda suke ƙasa da kai, za su yi kuka, to wannan abu ne mai haɗarin gaske, abu ne mai haɗarin gaske wanda yakan zama sanadiyar bawa ya rasa samun gidan aljanna, ba ma zai jiwo ƙanshin aljanna ba. Saboda haka haɗari ne babba. Shi yasa ya zo a cikin hadisin Abu Sirmat al-Ansari wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito da Tirmizi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya cutar, kowane ne zai cutar da waɗanda suke ƙasa da shi, shi ma Allah sai ya cutar da shi. Duk wanda zai tsananta ma wasu, shi ma sai Allah ya tsananta masa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Man darra Allah bih wa man shaqqa Allah alaihi. Wanda duk zai cutar da na ƙasa da shi saboda ya fi ƙarfinsa, saboda yana da mulki, saboda yana da jami'an tsaro, zai cutar da na ƙasa da shi, to sai Allah ya cutar da shi ba. Aljaza'u min jinsil amal. Duk wanda yayi irin aikin da yayi jaza'an wifaqa, sakamako zai gani daidai irin aikinsa. Man ya'mal su'an, Allah ce man ya'mal su'an yujza bihi. Wanda duk yayi mummunan aiki da irinsa za a saka masa. In ya kyautata kuma zai ga sakamakon kyautatawarsa. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Saboda haka ƴan uwa, shugabanci ba wani abu bane da mutum zai alfahari da shi, abu ne wanda yake nauyi ne mai girman gaske, amana ce da Allah zai tambayi mutum a kanta. Idan ya kiyaye amanar nan ya sauka lafiya, idan kuma ya ci amana, to amana za ta ci shi. In ya ci amanar Allah da manzansa da muminai, to Allah ba zai kyale shi ba. Allah ya ja kunne tun anan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne anan, ya kirawo shugabanci da cewa ni'matul murdi'a wa bi'satil fatima. A yayin da kake cikin daula, kana jin daɗinta kamar yaro ne lokacin da ake shayar da mamansa take shayar da shi, yana jin daɗi
da ya yi kuka ta kamo shi ta ba shi nono, saboda haka kullum cikin daɗi yake. To wa bi'satil fatima, ranar da shugabanci zai yaye ka tar da wannan yayin da zaka gani, ranar da zai watsi da kai, ranar da sakamakon abin da ka shuka zai ta binka. To anan shugabanci ya yaye ka, bayan ka gama tsotsar madarar lagwadarsa, a yanzu kuma za ka zo ka sha, ka gwagwai kwakwar abin da ka shuka. Don haka duk wannan abin da mutane suke yi na kokawa da rigima akan shugabanci, ba su san hatsarin abin da suke tunkara ba. Suna ganin wani abu ne tariyar tatsa ce kawai, ba sa tunanin nauyin da yake ciki, ba mu wanda yake tunanin abin da zai tunkara na mas'uliyya. A'a, shi abin da yake tunani lagwadar da zai samu a ƙarƙashinsa, wanda kuma ranar da Ubangiji zai tare ka ya tambaye ka akan kowane mutum ɗaya da yake ƙarƙashin shugabancinka, ya kai gudanar da shugabancin nan naka a kansa. Ka masa adalci, ka tausaya masa, ka yaye masa damuwarsa, ka saurari bukatunsa. Ranar da za a tambaye mutum akan irin wannan, game da kowane ɗaya da yake ƙarƙashinsa, ta yaya zai kubuta a cikin wannan zamani namu? Ta ina zai kubuta? Ko mutum ɗaya, biyu, uku da suke ƙarƙashinka, iyalanka kaɗai ma da suke ƙarƙashinka, da su za a tsaya a yi maka tambayar keke da keke akan kowane ɗaya. Ta yaya kake jin za ka kubuta? Ballantana kuma a ce al'umma da take ƙarƙashinka ta ƙasa guda, ko ta jiha guda, ko ta local government guda. Babu shakka al'amarin yana da girman gaske. Da sun san haɗarin da suke tunkara, to da wannan wawasan da kokawar da ba su yi shi ba. To amma ina, ba su san me suke tunkara ba, ba san haɗarin da yake cikin abin ba. Kawai suna gano lagwadar da take ciki da roman da yake ciki, kamar da suke cewa roman dimokuraɗiyya. Su kaɗai suke shan roman, amma talaka wahala yake sha. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki cikin lamuranmu. Allah subhanahu wata'ala ya yi mana damuwarmu, kashe-kashe da sace-sace da zubar da jini da ake ta yi a ƙasar nan. Ubangiji ya kawo mana ƙarshensa. Waɗanda kuma suke waɗannan al'amura, Allah subhanahu wata'ala ga ka ga su, Allah ka yi mana maganinsu. Waɗanda suke na zahiri da na ɓoye, Ubangiji ka san su, Ubangiji ka ɗauki matakin da ya dace a kansu. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa. Allah ya ba mu shugabanni masu gaskiya, masu adalci, masu riƙon amana. Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakaninmu da duk wani mugu. Allah ka kare mu da duk wani mugu. Allah ka kare mu daga duk wani mugu, duk wanda yake nufin mu da sharri, yake nufin ƙasar addinin mu da ƙasar mu da zaman lafiyar mu. Allah subhanahu wata'ala ka iya mana. Allah ga ka gashi, Ubangiji subhanahu wata'ala ka iya mana. Allah subhanahu wata'ala ka iya mana. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.